المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النعمة المهداة والرحمة المسداة، بين معالم الخير وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله تعالى عن صحابته وآل بيته أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، إن الذي يتأمل الواقع يشده أن هنالك في المغرب الآن حركة قوية لم يسبق لها نظير في بناء المساجد وفي تصحيح الخلل السابق وفي تقريب أماكن العبادة للمصلين. ولذلك يصير هذا العمل عملا رسميا على أعلى مستويات الدولة. فخلال شهر رمضان وغير رمضان يشهد أمير المؤمنين مساجد ضخمة في أماكن مهمة عبر المغرب كله، وهذا أمر لم يكن له سابقا في الزمن الأخير على الأقل. وشأن هذا التوجه نحو بناء المسجد أن يجعل المساجد إن شاء الله كثيرة ووفيرة، خصوصا بعد أن تضافر فيها جهود دولة وجهود المحسنين والمواطنين. فلئن كنا الآن نحصي في المغرب نحو من 50,000 مسجد، فإن هذه الوتيرة من شأنها أن تضاعف العدد إن شاء الله في القريب العاجل، لأن الناس أصبحوا الآن يتفطنون إلى مقدار الخلل الذي يعيشونه حينما يغيبون عن المسجد وحينما يغيبون عن المسجد ويغيب المسجد عنه. يعلمون أن هذا المسجد هو دار أمان وحماية، أن الذي يوجد في المسجد يتلقى دينا سليما صحيحا منزها عن التشهيات والأهواء، إنما يتلقى الناس الدين في المسجد على أيدي علماء وأئمة امتحنوا واختبروا، فكان المرجو منهم أن يؤدوا للناس الإسلام صافيا مجلوبا واضحا سنيا كما عاشه الناس في المغرب. وهذه حركة خفية تلك التي تحاول أن توحي إلى الناس أن الناس كانوا على وهم في دينهم، وأن شيئا جديدا يجب أن يلقى إليهم من الدين. أيها الإخوة، قلت إن هذه الوتيرة من بناء المساجد شأنها أن تنمي العدد، ولكن من شأنها أيضا أن تثير الذين كانوا يتمنون غياب الإسلام وأصبحوا يرون في وجود المساجد مضايقة لمشاريعهم، وأصبحوا يرون أن كل منبر ينصب فإنما يقطع الطريق على الأطروحات غير السليمة غير الصحيحة، لذلك يتضايقون. والمؤمنون حينما يبنون المساجد بهذا الشكل، بهذه القوة، بهذا الكبر، بهذا الجمال، فإنما يريدون إرسال إشارات ورسائل قوية يقولون فيها نحن مسلمون ونحن عن الإسلام باقون، وأبناؤنا وأحفادنا ومن سيخلفنا سيكونون أيضا في موقعنا، وسيظل الإسلام إن شاء الله بهذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا كله يأتي بسبب وفرة المساجد واتباع الناس إليها، ولكن يجب نحن أن
علينا نحن أن نصطحب مع حركة البناء والتشييد أمر آخر، هو الوعي الكامل الكافي الضروري بأهمية وجود المسجد فينا، حتى لا نستزل، حتى لا يخدعنا أحد عن هذا الأمر. لماذا نبني المساجد؟ هل نبنيها لأننا نحتاج إلى مكان نصلي فيه ثم ننصرف؟ إنهم يضربون الإسلام بالإسلام حينما يقولون جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فلا داعي إلى بناء المسجد لأن الإسلام سهل هذا، وحيثما كان الإنسان بإمكانه أن يقيم جماعة وأن يصلي جماعة، وهذا عين الخطر، وهو شيء من الصواب الذي أريد به أو الحق الذي أريد به الباطل. ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله كان يعلم بما أوحى إليه الله تعالى أن مكان العبادة هو ضرورة إنسانية عمت البشرية كلها. لذلك يقول الباحثون إنك مهما حاولت أن تنظم في التجمعات في الشعوب المتقدمة أو المتوسطة أو المتخلفة، فإنك قد لا تجد مؤسسة من مؤسسات معينة، لكن في جميع التجمعات تجد مكانا للعبادة. كيفما كانت الشعوب ذلك لأن العبادة فطرة وليست شيئا دخيلا على النفس، ذلك بأن الإنسان لا يجد نفسه وسعادته وراحته إلا وهو في بيت العبادة، ذلك أن الإنسان يتخفف من قيود الدنيا من لسان البشر حينما يجد نفسه طليقا في هذا المسجد. المسجد مكان للحرية تتحرر فيه من كل القيود، من كل التوجيهات، من كل الضغوط، تستقبل ربك، تخاطب ربك، لا تخاطب بشرا، وحينئذ فأنت تشعر دائما في مكان العبادة بهذا الأمر، بهذا الشعور، بهذه الراحة. ما الذي يمسك الناس أن يبقوا في المسجد؟ يأتون إليه طواعية واختيارا في الليل في النهار والناس نائمون، فإذا جلسوا فيه استراحوا. الإنسان لا يأتي المسجد فقط لأنه يأتي إليه راغبا في شيء معين، بل لأنه هو في نفسه يحس بذلك، يحس بسعادته، يحس براحته، يحس بأنه رجع إلى سيده، رجع إلى مولاه، أنه يتصالح مع ربه، أنه ضيف في دار الله. هذه أحاسيس كثيرة دائما يجدها الإنسان وهو في المسجد، وهذا إحساس وشعور لا يجده الإنسان في مكان آخر أبدا. لذلك قلت وبناء الإسلام هو دين الفطرة، فقد كان من الفطرة أبدا أن يكون هناك مكان لتجميع الناس. فحينما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن يصل إلى المدينة كان قد بنى مسجد وادي رمناء ومسجد قباء ثم المسجد النبوي، وكان المسجد اهتمام بالمسجد قبل اهتمامه بالبيت أو بالسكن بأي مكان آخر. فلذلك اشترى أرضا لغلامين يتيمين وأنقذهما 300 دينار، واجتمع المسلمون واشتركوا حتى لا يكون المسجد بناء دولة فقط. اشترك الجميع وكان الجميع يشتغل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يقلبوا الطين إلى رجل هو طلق اليماني ويقول له قدموا الطين، لأنه كان خبيرا بالطين ويحسن عجنه، فكان يقرب إليه الطين بالصيغة النهائية. وبني المسجد النبوي المبارك، ففي المسجد النبوي المبارك بنيت الأمة. في هذا المسجد كان ما كان، في هذا المسجد أنشئت الحضارة، في هذا المسجد انبثق النور الذي يلتقي الناس حينما يريد أن يسمعهم، الذي يلتقيه فيه على قارعة الطريق أو الشوارع. كان له مكان يستقبل فيه الوافدين، يستقبل فيه الذين يريدون أن يعرفوا الإسلام، استقبل فيه الكفار، استقبل فيه المؤمنين، بل حبس فيه بعض الكفار
من أجل أن يكون هذا المسجد نشيطا مشتغلا. وفي جانب من جوانب المسجد كان هناك فئة منقطعة من أهل الصفة كان عددها ربما يكبر إلى أن يصل نحو من 300 شخص. كان في المسجد مكان هو أسطوانة التوبة الواقعة على الأسطوانة الرابعة عن يسار المنبر النبوي، كان يجلس فيها أمامها كل صباح ويتخول الصحابة ويعلمهم الدين. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمة أمية لا تكتب لا تحسب وفيها جهالات كثيرة وأخذ في صناعاتها، ولكن حينما فارق أو كاد أن يفارق هذه الحياة كان كل شيء قد تغير. كان محمد صلى الله عليه وسلم كأنما بنى كليات ومعاهد، لأنه نقل الناس نقلة عجيبة سريعة في لحظة في زمن قياسي. فإذا بالقرآن يخاطب الناس ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه حقه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. وتتكرر كلمة الكتابة فتعلم أن القرآن يخاطب أمة تكتب، علمها الله كيف تكتب وكيف تكتب. هذه الأمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من قبل أمة لا تكتب ولا تحسب، إلى من الآن تكتب وتحسب وتوثق الحقوق. إنها عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ذلك يعود إلى جهاده واجتهاده ودأبه وحرصه وإلى هذه المؤسسة، إلى هذه الدار التي جهل الناس قدرها، جهل الناس قدرها. أما الشريعة فقد حاطت هذه المؤسسة بكل ما يجب لها من الإجلال والتكريم والتقدير الذي يجب على الإنسان المسلم أن يحمله في قلبه هذه دار منسوبة إلى الله. ولذلك كنت تجد أن حتى بعض الذين هم بعيدون عن الدين إذا أرادوا أن يفشوا تعالوا المسجد لم يكونوا يتركون المسجد ولا يسكرون قرب المسجد، كانوا دائما يضمرون في أنفسهم شيئا من الاحترام للمسجد. وأعطى المسجد ما يمكن أن يعطيه لأمته، هو كان مسؤول عن إعدادها وصناعها. هذا المسجد هو الذي أعطانا شرفا الكريم. نحن كنا نتشرف، ما هو شرفنا في التاريخ؟ ما هو دليل حضورنا في التاريخ؟ هل يستطيع أحد أن يقول لنا إنكم كنتم متوحشين أيها المسلمون أو كنتم على هامش التاريخ؟ أبدا. لأن عندنا جامع القرويين فيه مؤلفات ومصنفات في كل الفنون دلت على أن الإنسان المسلم المغربي كان متحضرا وكان عالما، كان هناك من يكتب، كان هناك من يقرأ، كان هناك من يحبس، فكانت هناك حركة دلت على أن العلم كان حاضرا وبقوة. هذه المدارس التي توجد في جنبات المساجد لمن بنيت، هذا العطاء الذي أعطي من أجل بناء بعض المدارس والمساجد الرائعة التي نحن نفخر بها، المدرسة المتوكلة التي هنا هي مفخرة بالنسبة للناس. هذه الأشياء وغيرها، هذه البيوت هي التي صنفتنا في مصاف وضعتنا في مصاف الشعوب المتحضرة. نحن لا نحكم على أنفسنا بما آل إليه أمرنا في أزمنة التدهور وبعد نكبة الاستعمار، بل نقول نحن هكذا كنا في التاريخ. ومن كان له في التاريخ سابقا ومن كان له في التاريخ ماضي مشرق لم يعسر عليه أن يجدد نفسه وأن يبني كما كان الأوائل يبنون. إن هذه العبقرية موجودة الآن، هي العبقرية التي نشأت تلك الملاحق وتلك المؤسسات. إذا فوجب أيها الإخوة أن يعطي هذا المسجد ما هو جدير به من الفهم ومن الوعي. إن المسجد أيها الإخوة ليس مكانا للصلاة، وإن كان قد غلب عليه اسم المسجد. ليس مكانا للصلاة فقط، إذا هو مكان للعبادة، مكان للصلاة، مكان لتعلم العلم الشرعي
الشرعي، مكان سماع القرآن، سماع الموعظة، وإذا حينما يغلق المسجد، حينما يغيب المسجد، يغيب خير كثير عن الأمة. هذا هو هذه رسالة المسجد ودور المسجد وضرورة وجود المسجد لأمة تريد أن تصطلح مع تاريخها، تريد أن تعبد ربها عبادة سليمة وعبادة شرعية. أقول هذا القول وأستغفر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد. أيها الإخوة، في كل الأماكن والبقاع في المساجد، ولكن لكل مسجد رمز ومعنى ومغزى. وحينما نعود إلى بناء المساجد في البوادي، فذلك لأننا نتوخى جميعا ضد الاعتبار بالبادية وقول كلمة الجميل للبادية من جهة، وتأهيل البادية لاستئناف دورها ورسالتها. إن البادية في ماضينا في واقعنا لم تكن أبدا بادية بعيدة عن العلم أو عن القرآن أو عن الخير، بل أقول إن المدن كانت عالة على البادية في أمور كثيرة، في طعامها وشرابها، في لباسها، وكانت أيضا عالة على البادية في استمداد أهل القرآن منها وفي تخريج العلماء منها. فكانت الحركة العلمية تبدأ على مستوى البوادي. كانت البوادي كريمة سخية تفتح أحضانها لكل من جاء إليها راغبا في حفظ القرآن، لا تسأله من أين جاء، لا تطلب منه ثمنا، بل هي التي تتكفل بطعامه وشرابه وتوفر له حاجاته، يوافد الغريب من غير أن يسأل من أين جاء، إلى أن يأذن له شيخه بالانصراف فيخرج من البادية وربما خرج غير موزع ولا يسأله أحد شيئا، ثم ينتقل إلى مستوى أعلى في المدن الكبرى ليتلقى العلم الشرعي. فكانت هذه العملية التعاونية بين البادية والمدينة عملية رائعة. وحينما فرغت البادية وتخلت عن أداء رسالتها ظهر الخلل في المدن. فقد تجد المدينة الكبيرة كالمدن التي فيها الملايين وينعدم فيها أهل القرآن، لأن البادية من ورائها تخلت ومكست ولم تؤدي رسالتها. فوجب إذن أن نقول للناس إنه من واقع حركة المجتمع أن تكون البادية حاضرة ومساندة ومبادلة ومؤهلة ينطلق الخير بعد ذلك إلى المدن ويقع التعاون. من تعرفون من العلماء في فاس، في مراكش، في جهات، إنما هم في غالبيتهم وافدون لمعت أسماءهم في العواصم، ولكنهم نبتوا في القرآن، فيها تعلموا القرآن، فيها أخذوا مبادئ العلوم، ثم استقبلوا في المدن الكبرى، ثم ألقوا هناك ونسبوا إلى تلك المدن ربما، ولكن الأصل هو هذا الذي ذكرت لكم، وهو أن البادية تبدأ والمدينة تتم. هذا شأن المجتمع المسلم المغربي الذي كان منظما بهذه الطريقة التي لم يكن غيرها يفيد، لم تكن يومها مظاهرات ولا مسؤولون عن هذا القطاع، كانت الأمور تسير سيرا ذاتيا بحب الناس في الدين. ثم إنكم أيها الإخوة حينما يكونون في مكان مثل هذا المكان نحن نجلس فيه نتعايش فيه، ربما نزوره، ربما الفينة بعد الأخرى، ولكن يغيب عنا تاريخه وماضيه، وربما فقدنا الذاكرة فاعتبرنا أن الأماكن كلها متساوية، وهذا خطأ جسيم. إنك قبل أن تجد نفسك مدعوا إلى الوفاء
للأرض ولأهل الأرض لابد أن تعرف قيمة الأرض وما كانت عليها الأرض. هذه الأرض لم تكن إلا أرضا مليئة بالقرآن، بالعلماء، بالصالحين. ربما يعرف بعضهم هذا وربما لا يعرف. الذي يقف مع اللحظة لا يعرف. الذي يقف مع اللحظة يعرف أن هذه الأرض وعلى بعد مئات الأمتار من هذه الأرض كان هناك لاجئ جاء فارا بنفسه واستقبل في هذه الأرض وحمي في هذه الأرض، وهو أمير عبد القادر الجزائري الذي أقام في هذه الأرض. ومن هنا كان نهاية عمل سياسي، ثم دخل إلى الجزائر. كان لاجئا في دار من هذه الدور في ترجيت، والتاريخ يكتب هذا، ولكن الناس لا يذكرون لأنهم لا يقرؤون. في هذه الأرض أيضا، في هذه الأرض، في هذه الجهة وغير بعيد عن هذه المنطقة في جراوة، كانت هناك إمارة وحاضرة قوية، وكانت تلمسان تابعة لها. والمؤرخون يتحدثون عن مسجد كبير طمر، وكانت فيه عدة بلاطات، وكانت موقعا للحكم، دارا للحكم يتنتظر التنقيب الآن والتفتيش. وهذا شيء لو كان عند أناس آخرين ما استهانوا به. هذه الأرض كانت كما يسميها بعض الناس، هذه الجبال كانت تسمى أو الجبال الناس الجبال الأولياء، وبعض الأسماء المعروفة إلى الآن يعرف الناس حداد ويزورونه، وهو غير بعيد من هذه على رغبة من هذا المكان. وناس آخرون ممن سجل التاريخ أسماءهم أو أهمل التاريخ أسماءهم. إذا فهذه الأرض شهدت أشياء كبيرة، فيها مقاومة، كان فيها جهاد، فيها علم، كان فيها قرآن. كانت هذه الأرض ترج من القرآن. القرآن أعطى كل القيم، كل الأخلاق، أخلاق التضامن، التماسك، الوفاء، كل ذلك حينما نبع من القرآن لما كان القرآن حاضرا. حينما يعلم الإنسان هذا وبعض من هذا ألا يستشعر حق هذه الأرض عليه؟ هل يكفي أن ينتسب إليها جغرافيا أو في بطاقة أو يقول بأن الذي فلان؟ إن هنالك فريضة وضرورة إحياء الروح التي عمت هذه الأرض. مبنى هذه الروح هي وجود القرآن الكريم. أي إذا كان الناس يبنون المساجد ليغلقوها فإنهم لم يفعلوا شيئا. بني مسجد يجب أن يبنى الإنسان داخل المسجد، يجب أن يعمر هذا القرآن بالأبناء، لأن الذي ينقذ الأبناء من الشر الدائم القادم إنما هو أن يكونوا مسلحين بالقرآن وبعلوم الشريعة. من كان له ولد ويريد أن يستمر مسلما سنيا لا يجوز أن يتركه للسلطة، لابد أن يرعاه حتى لا يتحمل مسؤوليته أمام الله. لابد أن يلتقي الآن الإخوة كلهم في يوم في السنة كما يفعل الآن جيرانهم في الجهات، يلتقي شبابكم كباركم صغاركم في يوم لتقرأوا القرآن، لتتعارفوا، لتتواصلوا، يحب بعضكم بعضا، ليسمح بعضكم لبعض، لتتجاوزوا عن أخطائكم، ليعود الناس. الأسر المكسورة المهزوزة يجب أن تلتئم، العلاقات يجب أن تصلح، الخصومات يجب أن تقل، لأن هذه الدنيا شتتت الناس وما تركت أحد منهم بلا خصومات متعددة. فهناك يوم يجب أن يكون للناس ليلتقوا كما يلتقي كثير من أهل البلاد الآن في جهتنا في يوم معين يختار الناس، ثم ليكون عينهم على ما يوجد في هذا المسجد. المسجد بني لم يبنى ليغلق، بني ليشتغل. مصنع بني ليشتغل. ما معنى أن تبني مصنعا ثم تغلق؟ ليس هذا معنى، هذا عبث. فلذلك يجب التفكير جديا في وضع برنامج عملي لأجل أن يكون وجود هذا المسجد عامل تحول ويكون بركة ويكون خيرا إن شاء الله. يقول الناس إن البداية كانت يوم فتحنا ذلك المسجد
تفسح للأطفال أن يقرأوا القرآن. وهذا حينما أتحدث عن القرآن أريد أيها الأخوة أن أطلب من أذهان الناس معنى طالب القرآن الذي يقرأ على الموتى. نحن لا نريد لطالب القرآن أن يقرأ على الموتى، نريد أن يقرأ على الأحياء القرآن ربهم ويذكرهم. هذا طالب القرآن لن يحال على المقابر ليقرأ فيها، لن يتسول الناس، سيعيش كالناس إن لم يعش أشرف من الناس. وقد هيأ الله الآن في هذا الوقت أن طالب القرآن هنا يبدأ كما لو بدأ في أي مدرسة رسمية ثم ينتقل إلى مدرسة من مدارس التعليم العتيق ثم ينال شهادته ثم يكون في الجامعة ثم يتخرج بأعلى الشهادات. طلبة القرآن الآن يتخرجون بأعلى بشهادة الدكتوراه، وهم الآن في كل مفاصل المجتمع. لا تتصوروا أننا حينما ندعو الناس إلى قراءة القرآن ندعوهم إلى الموت، ندعوهم إلى أن يمدوا أيديهم، لا، نحن نتحدث عن أهل القرآن الذين يحمون القرآن والذين سيكون فيما بعد علماء وبهم ستشرف الجهاد. شرفكم أيها الإخوة أن يكون أبناؤكم الآن حاضرين في مستويات التوجيه في القنوات التلفزيونية. يجب أن تقول القرية نحن أعطينا للمغرب فلان وفلان وفلان من العلماء. نحن نزاحم لا ننسحب، نزاحم خصوصا بعد وجود هذه الفرص المهمة جدا. حينما قلت أيها الإخوة هذا بيانا لهذا الوهم وهذا الخطأ الذي كان يحيط ويسود بعض أزمنة. نحن مطالبون بأن نعتني بتعليم المرأة، بمحو الأمية، لأن المرأة تعاني من ظلم قديم وقع عليها بسبب إغفالها وعدم الاهتمام بها. وقد أصبحت المرأة في كثير من الأماكن الآن تجيد القرآن. أصبحت المرأة الآن واعظة للنساء، مرشدة. استغنت المرأة تقريبا عن بعض الرجال. المرأة أصبحت فقيهة تنشر الخير. هذا أفضل مما لو استمرت بيوت النساء لا تروج فيها إلى الخرافات والمزعبلات والأوهام التي كانت عليها المرأة. حرام أن نترك المرأة في ذلك الوضع ونتصور أن ذلك كان دينا. لم يكن دينا، كان جهلا، والجهل لا علاقة له بالدين والدين لا علاقة له بالجهل. يمكن للمرأة أن تبدأ أيها في هذا المسجد وفي ذلك بحث الأمية، بحفظ القرآن، بتعلم أحكام الشريعة. وسترون بعد كل هذا أن المسجد مشروع للحياة. المسجد مشروع للحياة. المسجد حياة جديدة. المسجد تخطيط للمستقبل من أجل إحداث التنمية البشرية، لأن التنمية البشرية تبدأ من البشر. فإذا لم يتنمى البشر ولو نمي كل ما حول البشر فلن تكون التنمية بشرية إلا إذا ركزت على البشر، على الإنسان. والتركيز على الإنسان يبدأ من بناء المسجد وباستعمال المسجد وبتمكين المسجد من أداء رسالته. أسأل الله العظيم أن يلهمنا رشدنا وأن يفهمنا معالم ديننا وأن يوفقنا إلى الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل الذين يشتغلون والذين يبذلون والذين يعطون بلا حساب من أجل إقامة هذه السرور وتهيئتها وتحقيقها المبين أن يتقبل الله منهم أعمالهم ذلك وأن يجعل صدقات جارية. أسأل الله تعالى أن يوسعنا بهذا الدين الحنيف وأن يجعلنا معارفنا منه عميقة وراسخة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد لأمير المؤمنين الملك محمد السادس وأن يحفظه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.